السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. نرحب جميع المشتركين القدم وجدد ونقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. الوصفه تاع نهار اليوم وصفه الكريات السردين بالارز بلا صوص طوماط. تجي واحد البنه ما شاء الله، بنه بنينه كما راكم تشوفوا الصوره راهي تشرح على نفسها. تجي لاصوص ثقيله كميه قليله تعطيكم كميه لا باس بها. شوفوا كي جات ما شاء الله لاصوص خاطره. ان شاء الله جربوا لي هذه الوصفه، ما تنساونيش برك بالجيم والتعليق. يلا نبدا ان شاء الله في الوصفه. عندي رطل تاع سردين كما راكم تشوفوا راني نقيته. السردين يكون رقيق بزاف. زدت طيبت نصف كاس عروس، طايب نصف طياب. زدت زوج سنينات ثوم، درت نصف حبه بصل مقطعه في الرقيق، يعني اشيتها في الرقيق. درت شويه ملح، شويه حرور، شويه كركم، فلفله حمراء، وشويه كمون، شويه قزبر، وشويه معدنوس، نخلطوا كل شيء مع بعض. انا الدولمه خواتاتي ما نديرش فيها البيض وما نديرش فيها الخبز. الدولمه من كل واحده والقوت تاعه، يعني والذوق تاعه. كيما انا ندير السردين نديرها غير بالروز بلا ما ندير فيها البيض، نكورها بهذا الشكل. نديرها كرات كيما هكا، ومن جهه نوجد لاصوص على جهه كما راكم تشوفوا. نكمل كامل الكره تاعنا. نجيبوا هذا الطاجين، وانتي الا كان عندك مقله ولا واش حبيتي طيبي فيه. انا اختاريت هذا الطاجين تاع الطين. درت فيه 2 مغارف زيت، وزدت ضفت ليه مغرف كبيره طماطم مصبره. نقلو مليح الطماطم تاعنا، ونزيدو نضيفو سنينات ثوم، ربيت سنينات ثوم، ونزيدو نديرو حوالي كاس تاع ماء يكون مغلي مليح. كاس ماء يكون مغلي مليح. انا درته في هذه الغرفيه كما راكم تشوفوا، ولكن كي ديري في الطاجين تاع الطين لازم يكون مغلي مليح. يعني نخدموا لاصوص تاعنا بهذه الطريقه. اذا كان عندك الرند ديري الرند، انا ما كانش عندي استغنيت عليه. هنا نجيبوا الكريات تاع السردين تاعنا ونرمدوهم بالفرينه بهذه الطريقه. نكملوهم كامل على نار تكون متوسطه. علاش درت الفرينه باش الحبه ما تنحلش معاك، وكذلك باش تجي لاصوص ثقيله. كما راكم تشوفوا هنايا طيبتها على حوالي 30 دقيقه وكان واجد معنا. شوفوا كي جا ما شاء الله خواتاتي. نخليها طيب حوالي 30 دقيقه وراه واجد معنا. جاي شاهي جا ما شاء الله. هذا ما يسلكك في هذه الايام تاع الصيف ولا وقت الاختبارات، ولا تكوني مقلقه تكوني عيانه، قادره تخدمي هذا الطاجين تاع السردين بالارز بالخف وتوجديه. وان شاء الله يعجبك هذا الفيديو. ما تنساونيش خواتاتي بالجيم والاشتراك فضلا وليس امرا. وما عليا نقول لكم اتهلاو في رواحكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.